مشاهدي ساتيفي، مرحبا بكم معنا. ضيفي اليوم وجهه أصبح مألوف عند متتبعي قناة صوت العدالة، حامل للحق رسالة، له باع طويل عريض في المحاماة، عمل من خلاله على نشر وتحقيق فضائل هذه المهنة. ضيفي اليوم السيد النقيب عبد اللطيف بوعشرين. إذا أستاذ، تقدر تقول لنا شنو هي آخر مستجدات في الملف؟ آخر مستجدات ملف دنيا بطمة وابتسام بطمة هو أن المحكمة أنهت مناقشات المتهمات بعدما تم استنطاقهما استنطاقا تفصيليا من قبل المحكمة، كما ساهمت في هذه المناقشة النيابة العامة وكل المحامون بما فيهم أحد أطراف المدني الذي حضر وتخلف الغير ودون الإدلاء بأي عذر أو تعليل للغياب. واختتم النقاش بأسئلة محامي المتهمات. لدي انطباع حول إجابات المتهمات أنها كانت إجابة بليغة صريحة وتلقائية، كما لدي انطباع حول المحكمة التي كانت في مستوى عالي جدا. لمست هذا من خلال أنها متمكنة من ظاهر الملف ومن خلفيته، وقد طرحت مجموعة من الأسئلة التي أعتبرها أنها واردة ما بين السطور وليست سطور محاضر الضبط القضائية. هذا دليل على أن المحكمة لها دراية ودراسة معمقة لهذا الملف، مما سهل المهمة على الضنينات في الإجابة عن كل شادة وفادة. هذا الجانب ديال المناقشة. بعد هذا أعطيت الكلمة لسيد ممثل الحق العام الذي تناول مجموعة من النقط، صحيح أنها مختزلة يعني موجزة، ولكنها تستدعي منا كدفاع للمتهمات أن نعقب عليها في الجلسة المقبلة، أي يوم الأربعاء المقبل. وبالتالي فإن مداخلتي ستنشطر إلى شطرين. الشطر الأول هو ما يهم عمق الدفاع، أي الاتهام الموجه إلى دنيا والابتسام، بمعنى أنني سأناقش مع المحكمة، كما وأنني سأناقش محتويات محاضر الضابط القضائية والتي لنا فيها قول فيما بعد. ثم بعد هذا الشطر الثاني وهو مداخلة سيد ممثل الحق العام وما تناوله في مداخلته القيمة أمام المحكمة، والتي أبان فيها عن درايته لما تعلق بالجريمة الرقمية في باب ضيق جدا. ولكن هذا الباب ديال الجريمة الإلكترونية الآن توسع، والدليل في ذلك هو أن آخر دكتورة في باب الجريمة الإلكترونية كانت من قبل أحد الدكاترة المصريين المسمى خالد ممدوح إبراهيم. هذا الكتيب فيه جميع التقنيات التي يمكن استعمالها في إطار الخبرات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وعددها 134 تقنية. كيف يمكن أن نخترق الحسابات، كيف يمكن أن نعلم كيفية الاختراق، ومن الخارق ومن المخترق، وهل أن الوسائل الاختراق كانت قانونية أم كانت غير قانونية. أن 134 تقنية تم استجماعها في هذا الكتيب الذي يسهل عملية، بمعنى كتركب واحد القن وتيعطيك شكون اللي داخل عندك، اشنو من ساعة، شحال من دقيقة، اشنو سرق بالضبط، اشنو قرصن بالضبط. هذا في الكتيب كاين شيء غنستعنوا به امام المحكمة. ربما هذا الملف عطانا اننا توسعنا وتوسعت المعارف ديالنا في باب الجريمة الإلكترونية، وخصوصا وأننا كما أقول دائما كاين واحد الفقر فيما يتعلق بمفهوم الجريمة الإلكترونية، لأننا ما عندناش أحكام كثيرة في المغرب. لا، ما كانش رئيسة. هذه السنتين الأخيرتين تبين أن المغرب ولا فيه غنى ديال الجريمة الإلكترونية والمجرمين الإلكترونيين. الجريمة المعلوماتية الآن أصبحت ظاهرة، ولكن الظاهرة يتعين أن يواكبها القضاء. لذلك اليوم قضاءنا يتمرس، قضاءنا يتعلم، قضاءنا يجتهد، بل مستقبلا قضاءنا سيبدع. وأعتقد أن المحامون سيكون لهم دور كبير في نسج الأحكام القضائية الراقية إلى جانب القضاء.
مساهمتنا هي مساهمة قوية ومنتجة وفعالة في الأحكام القضائية، لأنهم سيعتمدون هذا المنتوج الذي سنقدمه للقضاء في سائر أحكامنا. أستاذ، البعض يقول أنه تعرف الخبرة الوطنية خلت تدير خبرة دولية، شنو ردك على هذه؟ أولا هو كان فهم خاطئ لمفهوم الخبرة الدولية. الخبرة الدولية لا تعني أنها أنجزت خارج أرض الوطن، لا لا لا، أنجزت داخل أرض الوطن من قبل أحد الخبراء المغاربة الأخصائيين في الشؤون المعلوماتية. وأنا هنا في باب الهوية ديال هذا الخبير، باش البعض بيتي يقول لك راه مشيتي لبرا وراه كطعن في السيادة ديال المغربية وفي القضاة وفي وكلاء الملك وفي قضاة التحقيق وفي هذه أنا ما تنطعنوش، بالعكس احنا جزء من أسرة القضاء ونساهم إلى جانبها في نسج الحكم القضائي. هذا النسج مستقام من مقتضيات المادة 290 من دار المصالح الجنائية. 290 شنو هي الصياغة ديال 290؟ إن محاضر الضابط القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها بكافة وسائل الإثبات. بكافة إجماع، صيغة الجمع هنا، بكافة كل ما يمكن، بكافة وسائل الإثبات. لما تقول المشرع هذه العبارة هذه أعطى القوة الثبوتية لمحاضر الضابط القضائية، ولكنه خول للمتهم إمكانية إثبات العكس، إثبات وجه المخالفة بكافة الوسائل، كانت خبرة، كانت شهادة شاهد، كانت حكما سابقا، كانت لك أن تثبت العكس. هذا عبء على من؟ على المتهم ودفاعه في المؤازرة إثبات العكس. قانون لا تعطينا هذه الفكرة. عندما نطعن في الحكم فإننا نرتجي من محكمة الاستئناف أن تصلح الأخطاء والإخلالات التي وقعت فيها المحكمة الجنائية. هذا عمل، هذا من صميم العمل، أقولها دائما، من صميم عملنا كمحامون، وبالتالي لا يمكننا أن نطعن في القضاء. هل المحضر هو قرآن منزل؟ لا، هذا من عمل العباد. والقانون أوجد لنا مجموعة من المساطر، منها المساطر الشكلية ومنها المساطر الموضوعية. بمعنى ما معنى المساطر الشكلية؟ أن يشوب المسطرة إخلال شكلي يهم الحراسة النظرية، يهم الحز، يهم التفتيش، يهم الاستنطاق، يهم الانتقال، يهم الإيداع في السجن، يهم الصرع المؤقت. هذه إجراءات شكلية إذا لم تحترم من حق، ماشي لا من حق، من واجبي أنا كمحامي أن أثيرها بين يدي القضاء ويترتب عنها جزاء بطلان المسطرة. كيف المسطرة ما طعنش فيها؟ هذا شنو العمل ديالنا احنا؟ هو هذا. عندما يصدر القاضي حكما ويعلله تعليلا ضعيفا أو ناقصا، أنا من حقي أن أطعن به أمام محكمة الاستئناف، بل ومن حقي أن أطعن به محكمة النقد التي تعتبر أعلى محكمة في البلاد. ولماذا أسست هذه المحاكم؟ لماذا؟ لنلتهي فيها؟ لنلعب فيها؟ لا، لنمارس حق الدفاع فيها. ما يمكنش تقول لك أنت لا ما تطعنش أنت في القرار الوطني دير ديك خدمة صافي سالينا أمين. ما كاينش أمين. نطعن في كل ما يمكن أن يكون عملا من أعمال الإنسان، قابل للخطأ، قابل للخلل. لا شي حاجة أخرى يزيدوا علينا، لا كيف يزيد؟ إلا اللي ما تيفهمش هذاك معذور، سولو هو هذاك الشيء. هذا نتكلم مع الناس اللي فاهمين، هذا خطاب للناس اللي فاهمين، واللي ما فهمش شغله هذاك الشيء. نقري أنا ما يمكنليش نقري. هذه الخبرة هي صادرة عن خبير كما قلت مغربي مقيم بمدينة أكادير، والهوية ديالو، وفي الهوية ديالو غادي تفاجئوا، فاحص معتمد. هذا خبير فاحص معتمد في مراقبة نظم الإعلام سيزا. هذا تقنية دولية يعمل بها في مختلف الدول العظمى. هذا هو فاحص معتمد، يعني أوديتور معتمد من قبل المحكمة الدولية. فاحص معتمد في أمن تكنولوجيا الإعلام، لاكريس، معروف، هذه تقنية ثانية. هذه معتمد لدى جمعية المراقبة والتدقيق في نظم الإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا يخدمها أمريكا، هو تيخدمها، وما تمشي من المغرب ويخدم لها ويجي. خبير في المالية ونظم الإعلام وأمن تكنولوجيا الإعلام. معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، هولندا.
كل الجرائم الكبرى، الجرائم ديال العابرة للقارات، هذا يعتمد من قبل المحكمة الجنائية الدولية ديال الهاي. هذا لنا أن نفخر به كخبير. ما عندناش شي واحد بهذا الشكل هذا، عندنا مجموعة ديال الإخوان، ولكن بهذه التخصصات المتشعبة والمتنوعة ما عندناش. هذا كتعتمد هولندا والولايات المتحدة والله، كل شيء كيعتمدوا هذا الراجل هذا. إذن هذا طاقة، هذا مهارة إنسانية، هذا نابغة في جريمة المعلوماتية. اعتمدنا هنا في المغرب، قدمنا له طلب، الشيء عامله هو في الديباجة ديال هذه الخبرة، كيقول بناء على طلب مقدم إليه من قبل النقيب عبد اللطيف بوعشرين يلتمس به كذا وكذا وكذا كذا، فإنني أقوم بتحليل للخبرة وسمى وتقرير، حيث ما حرر من قبل الفرقة الوطنية ليست خبرة. وفعلا المفهوم القانوني لما تقوم به الفرقة الوطنية هو تقرير، سيت رابور. وشتان ما بين التقرير والخبرة. الخبرة ماذا؟ الخبرة عندما تأمر المحكمة بمقتضى حكم تمهيدي بتكليف السادة الخبراء الأخصائيين بإنجاز مهمة تخص ما فضاء مجالا معينا. كل ما يأتي عن القضاء ويؤمر به أحد الخبراء، المنتوج الذي يقدمه هذا الخبير يعتبر خبرة قضائية. هذه ليست خبرة قضائية، هذا تقرير قابل لهذه وتلك. هذه الخبرة جات باش تقول هذا التقرير هل الجانب الإيجابي فيه، هل الجانب السلبي فيه. كتحلل التقرير، كتقول هنا راه كاين خطأ، وهنا صائب، وهنا خطأ، وهنا صائب. هذا هو التحليل ديال هذه الخبرة اللي أو الرابور أو التقرير اللي قدمته الفرقة الوطنية. كتحلو تحليل موضوعي معلوماتي رقمي تكنولوجي. ماشي كي واحد كيصاوبتو عارف يطلع ويبدا يهيطر. لا ما كاينش تهيطر. هذا الرياضيات هذه. راه 1+1=2 هنا وفي الهند وفي الصين وفي كاين ما بغيتي. ما يمكنش في شي دولة يقول لك 1+1 تقول له لا راه هي 300. راه هاد الناس ديال 300 هما اللي تيتكلموا الآن ما فاهمش، هو معذور. اللي ما فاهمش معذور. أنا تنتكلم على اللي كيفهم في هادشي هذا. إذن حنا الآن عندنا خبرة دولية صحيح منجزة من قبل خبير دولي، ولكنها أنجزت بتراب المملكة المغربية. وأنا فخور أننا عندنا السي العثماني هذا اللي هو خبير الآن أصبح له صيت في جميع الدول الكبرى في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ورجل يتقن حوالي 7 لغات، ورجل يعتبر بمثابة داهية القرن، داهية العصر. تقدم لنا الخبرة هذه. والخبرة كيفاش كتقدم؟ كيقدمها بعدا بواحد ما يسمى تسجيل سمعي يقدمه رفقة الخبرة. بمعنى اللي ما بغاش يقرا يسمع، اللي ما عندوش الوقت يسمع، غادي في سيارته وتسمع. انا تنقول لك وهذا وتشرح لك بالصوت ديالو. هو عندك شريط هنا تيقدموا لك. هذه الحلاوه ديال الخدمه، بغيتي تقرا بغيتي تسمع. هذه الخبره فيها مجموعه ديال المفاجآت، وهذا الشيء غادي نعرضوه ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل الى قلب الحياه على محكمه الاستئناف. ولا لي اليقين من ان محكمه الاستئناف اقول عنها سماعه تنصت باهتمام كبير، ولديها تتبع حرفي لكل ما يصدر عن سيد المحامي. أكثر من هذا أننا صدروا الرحب ونفس طويل. مهما طال كلامك فإنها معك في كل حركة، في كل سكنة، ولا تضرب حسابا للزمان. لما تكون عندك قاضي من هالطينة ليطمئن قلبك. سنقول كل شيء وبتفصيل أمام محكمة الاستئناف. صحيح أننا سنؤسس مداخلتنا على الاختزال والإيجاز، ولكننا سوف لن ننسى ما هو مهم، ما هو أساسي، ما هو وجيه، ما هو مؤثر ومنتج في الاتهام. هذا فيه دحض وتفنيد للاتهام المتبقى. وعلى سبيل المتبقى كاين بعض الإخوان مازال انت يعتمدوا ذاك المغالطات وتيتقال شي كلام ما مقبولش. وهنا تنقول لهم انا واحد الكلمه بسيطه. هذا الحكم
ديال المحكمة الابتدائية، واللي عنده نسخة الحكم دابا راه ولات أعتقد بين يدي الجميع، خصوصا أنا بعض الناس اللي هما مهتمين بهذا الملف يرجعوا للصفحة 58. ما نقراهاش عليكم لأن أنا وليت حافظ على هذا الحكم. المحكمة بمقتضى حكم قضائي صادر باسم الله وباسم جلالة الملك قدت ببراءة، البراءة كانت ببراءة دنيا وابتسام من الولوج لحساب حمزة مونبيبي. تعليل ما هو؟ نظرا لكون أن الخبرة أو التقرير المنجز من قبل الفرقة الوطنية لم يثبت أن لهما القن السري الذي يسمح لهما بالولوج. هذا الأمر أكدته هذه الخبرة التي أتكلم عنها اليوم. هذه واحدة من النقاط، لا قن له. أكدت الكلام ديال الفرقة الوطنية، تقرير ديال الخبرة ديال الفرقة الوطنية أكدت هذه الخبرة. هذا الكلام. إذن من يسعى إلى المغالطة الرأي العام له أن يكف عن هذه المغالطات، لأنها أصبحت تفاهة. عندما يكتب الإنسان في أمور قضائية أنا نتكلم بالحكم القضائي، إلا اللي غنكونوا نكر للعدالة، هذا هو ما يسمى بنكر العدالة. المحكمة كتحكم لها الجهة وأنت كتقول لا راه حكمت لها الجهة. كيفاش حكمت لها الجهة؟ هل الحكم عباد الله؟ ما كاينش شي حاجة أخرى من غير هذا الحكم هذا. انتهينا من حساب حمزة مونبيبي. يبقى للمعنيين بالأمر البحث عن مونبيبيهم، لا علاقة لنا بهذا مونبيبيهم كيف كيقولوا هما. ثانيا باش نعاود نزيد نأكد مسألة أخرى، النيابة العامة لا في الابتدائية ولا في الاستئناف تقول مصطلحا واحدا بشأن هذا الحساب. ما هو؟ هذا حساب وهمي السراب. هذا النيابة العامة، هذه سلطة الاتهام كتقول هذا حساب وهمي. كيف يمكن نسبة الوهمي لباطمة أو من غير باطمة؟ هذا حساب عجزت عنه كل الدول أن تضع يدها عليه بما فيها في القسم الوطني. عجز السيد ممثل الحق العام عن وضع يدها عليه لحدود اليوم. منع. كيف يمكن أن ننسب ولا زال يشتغل؟ كيف يمكن أن ننسب هذا لا لزيد ولا لعمر ولا لدنيا ولا لغير دنيا؟ أبدا. ناهيك على أن القضاء أنصف دنيا وابتسام في باب هذا الحساب المشؤوم اللعين الممقوت. أنا أقول هذا. كل من يسلط سبه وقذفه وتشهيره وتنمره وإهانته وأمور كثيرة على العباد أنا أمقته، وأمقت من يسيره ومن يدبره. ولو علمت في البداية أن دنيا وابتسام لهما يد في هذا الحساب ما كنت لأتولى الدفاع عنهم. يطلب ليه بغى يطلب، لن أتولى الدفاع. ولكن إيماني في البداية عندما درست الملف وقلت تشكلت لدي قناعة، اقتنعت أن لا علاقة لهم بهذا الحساب. إذن نفصلوا الحساب ديال حمزة مونبيبي ونترقبوا شكون هما الناس اللي غادي يطلعوا عندهم علاقة مع هذا الحساب. عندما قد تحصل وقد لا تحصل تضع الجهات المعنية يدها على صاحب هذا الحساب الذي لم تضع يدها عليه ولا زال مشغولا لحد الآن. إذن دنيا وابتسام الآن ما تبقى من إدانة لا يهم الحساب، يهم أشخاص ذاتيين بأسمائهم وبذواتهم، وهما المغنية والمصممة. لا داعي لذكر الأسماء حتى لا أسامي في التشهير بهم، رغم أن الأحكام صادرة الآن ما بقاش السرية ما بقى، ولكن تحفظا مني وصونا لهذه السيدتين. ولكن أمام محكمة الاستئناف غادي نبينوا أشياء كثيرة. ويمكن لي ندير واحد الإشارة بسيطة. ملي تنتكلموا على المصممة اش كتقول؟ الشكاية ديالها تسرق لي المحتوى ديال الهاتف ديالي وداتو واحد السيدة بالاسم ماشي هي دنيا، داتو واحد السيدة ونشراتو لي في الحساب ديال حمزة مونبيبي. الدنيا مالها؟
ما علاقة الدنيا مع سرقة المحتوى والنشر ديالو بحساب حمزة موبيبي؟ حنا ما عندنا بهذه علاقة. ولا كان شي سيدة اللي هي سرقت المحتوى راه خذت الجزاء ديالها، حنا من هذا هو العلاقة ديال السيدة. تقول لك هي بغات التعويض ديالها، التعويض سارقين حنا، نشرنا حنا، ما كاينش هادشي. هذا جانب. الجانب الثاني ديال المغنيين هذا كلام اخر عاوتاني هو. في لقاء في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية كانت حضرت له دنيا كفنانة مغربية متألقة، ولما انتهى عملوا مع واحد الحوار. هي واحد السيد جا من امريكا ولا ما عرفت منين جا، وهذاك السيد الله اعلم انا يتحمل مسؤوليته، كان يتكلم على هذيك المغنية وقال كذا 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 بقرة ولا شي حاجة بهذا الشكل هذا. ابتسام ضحكت، ابتسام ساذجة، راه شي طفلة ساذجة علقتي لها بالضحكية. ضحكت. قيل عنها انت كنتي متواطئه معاه ومتفقه معاه، هو تيسب وانت وما وقفتيش. كيفاش توقفوا عليه صاحبه البرنامج؟ باش توقفوه؟ هي لا تتحكم في البلاطو، هو الرجل اللي عاقد اللقاء هو اللي تتحكم، يتكلم هذا او يتكلم هذا. هذاك صاحب البلاطو عنده حق يوقفه، يقول له لا سيدي ما تسبش، ولكن هي اللي ماشي من حقها. الى دخلت غتكون متطاوله، غتكون فضوليه، وهي لا ترضى لنفسها هذا الامر. كما ضحك هو هذاك صاحب البلاطو هي ضحكت، قال لا لا انت كنتي متوقع معاه. الثانيه كاين واحد ديديكاس، واحد الاهداء في حفلين ما تسجل بواحد الهاتف ديال واحد السيده معلومه وترمى في هذاك الحساب. هاد ديديكاس ديال هاد حمزه موبيبي في جميع الاعراس، في جميع الحفلات، في جميع الحانات، في جميع العلب. علاش؟ حيت حمزه موبيبي في البدايه بدا بدايه حسنه. لا قبل ما كانش الرعب، قبل راه كان كيغم بالحسنات. هذا مريض كيديروا له مساهمات، هذا مسكين عنده صعوبه في تسديد المدرسه ولا كذا شي، هادو تيعيشوا في الجبل عندهم مقطوعه الطريق بالثلج. هادو يعني كاينه مساهمات خيريه لصالح المعوزين، لصالح المهمشين، لصالح الناس اللي هما في حاجه لهذا الامر. جميل هذا الامر، ولكن من بعد تحول اكثر من هذا. كان كيدير الاشهار، هذا قاضي كذا كذا، فاعل كذا كذا، هذا طبيب تعالج هذه كذا كذا وناجح، وها المعدلات ديال الحالات اللي هي تمت تشفيتها، هذا ما نعرفش هذه مدرسه كتقرا. كيدير اشارات وكيوجه الناس للجهات اللي يمكن لهم يتوجهوا لها. مثلا العيالات، النساء في التجميل، في الحلاقه، في الملابس، كان كيدير هذا الشيء هذا. ولكن من بعد تحول لامور اخرى مسيئه للبشر. هنا التحول هو اللي ما مقبولش. ولذلك لاحظتم معي ان معدل المشاهده كان بواحد الشكل كبير، وصل ل 20 مليون. بمعنى راه دوله هذه كتفرج في هذا الرجل هذا ومعجبه به واللايكات وكذا شيء. اذن هذا الحساب هذا اللي تحول بهذا الشكل من شأنه أنه يبقى. والآن أكثر خطورة الآن. علاش؟ حيت من اللي ما استطاعت الدول أنها توضع يدها عليه، من اللي ما استطاعش الأمن أنه يوضع يده عليه. معناه هذا شيء أمور خارقة، هذه المعلوميات، هذه أمور خارقة يعني ما غير متصورة في المعلوميات. ولكن أنا متيقن أنه يوما ما ستضع أو سيضع المعنيين يدهم على هذه الجهة. أنا متيقن حيت خص هنا عندنا 134 تقنية. أنا متيقن واحدة في هذيك التقنيات غيجيبوا حي وغادي يجيبوا شي وحدين اخرين تاهم ما بان. إذا أستاذ، بعض المواقع الإلكترونية يأخذوك على عبارة دنيا بصمة بريئة، لماذا تقول؟ أولا المحامي تكليفه ومؤازرته دائما تسعى إلى تبرئة الموكل. ما زاد في حماسته وفي إلحاحه على براءة الدنيا هو الدراسة المعمقة لملفها قبل التكليف أو مباشرة بعد التكليف. وأنا قلت سابقا أنني استغرقت الحمد لله أنني استغرقت وقتا طويلا في الاطلاع على الملف وفي أغواره وفي جزئياته ودقائقه، واستنتجت أن هناك علاقات مهمة غائبة في الملف، غائبة. هذا الغياب هو ما يجعل المحامي يهيئ على ضوئه
وعلى أعقابه دفاعه. بمعنى مثل مجموعة من الفراغات التي هي قابلة للاستغلال والتوظيف الدفاعي. هذه مهمتنا هنا. ثانيا المحامي عندما يقتنع بالبراءة فهو يدافع فيها ويحاول أن يقنع المحكمة بهذه البراءة. لأنني سمعت قال لي شي صديق ديالي أنني أنا مضغوط ولا ماشي حاجة من قبل جهات عربية أنني غنجيب. أنا راه لست ذلك المحامي. لا ماشي ذلك المحامي. ماشي محامي اللي نقول لك نجيب البراءة ما لأن عندي سواد ديال الحبس. لا هذا الكذوب. هذا الكذوب، هذا الافتراء على الناس، وهذا إهانة لي أنا. لما يقول لي واحد ضغطين عليك باش تجيب لهم البراءة ووعدتهم وكيقولوا لك دابا فين هي البراءة، ولا أنا ما خدامش عند حد. أنا لست مأجورا لدى أي حد، أي إنسان ممكن كان. أنا شوف هذه مهنة ديالي اختاريتها علاش؟ لأنها مهنة حرة ومستقلة. أنا لست أشيرا لدى أي إنسان، يكون عربي غير عربي مسلم يهودي كل ما يكون، يوكلني أنا وكيله ولست أشير لديه. هذه الأولى. ثانية، كاين واحد الفصل في القانون الأساسي ديال مهنة المحاماة. المحامي مكلف ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. معناه عندما يفد علي شخص من أجل ائتماني وتطويقي بثقته قصد الدفاع عنه، فأنا مفروض في أن أدرس الملف بعمق وأستحضر قسمي الذي أديته بين يدي الله والمحكمة، وأقوم بواجبي بصدق وبحماس، وأبحث عن البراءة ولو كانت في أغوار البحر وفي عنان السماء، أبحث عنها بالقانون. هذا هو بذل عناية. المحامي مكلف ببذل عناية لا ولا نافية وناهية. أنا لست مكلفا بتحقيق نتيجة. لا المحكمة هي التي تحمل مفاتيح البراءة أو الإدانة. أنا أدافع في البراءة بين يدي المحكمة. المحكمة لها أن تقتنع بكلامي ولا لا تقتنع بكلامي، وبالتالي هي التي أولاها الله والمشرع حق الفصل والبت بين العباد بعدل بإنصاف. وأنا من واجبي أمام الله أن أدافع عن البراءة وأحاول إقناع المحكمة. إذا أقنعتها آمين، ذاك مبتغاي، وإذا لم يتأتى لي إقناعها فإنني قد قمت بواجبي وفق ما أملاه علي الله وفكري وعقلي ودراستي للملف، ولا أخذ فيها لأنها لا تعتبر تقصيرا، لأن يبقى أمر الحكم بعد الله للقضاء. ونحن كمحامون نساهم في نسج الحكم القضائي، في مساعدة القضاء في البحث عن الحقيقة. قد يكون هذا البحث إيجابيا بصفة كلية فنؤول إلى البراءة، قد يكون نسبيا فيخفف الحكم، وقد يكون سلبيا 100% وتقضي الإدانة مع ظروف التشديد. وليس لا في هذا الأمر ولا في ذاك مؤاخذة للمحامي. لماذا طالب بالبراءة؟ من حقي أنا أن أطالب بالبراءة، حق لي أنا، والمحكمة تسمع لي وتنصت لي لأنني أدافع في الحق. إذا أقنعتها، إذا وظفت الوسائل المتوافرة بين يدي ومررت لها بسلاسة واستدلال فإنها تقتنع. إذا لم تحصل السلاسة ولا الاستدلال فهي لا تقتنع بي، ويبقى أمر ذلك الموكل على ذمة القضاء لا على ذمتي أنا. إذا السيد نقيب عبد اللطيف بوعشرين كعادته ما زال صامدا مدافعا ليصون حقا ضائعا ممطولا، ومؤكدا على حتمية العدل وتجنب الظلم. إذا مشاهدينا، إن نلنا رضاكم فهذه غايتنا، وإن أخطأنا فبالإيجاب انتقدونا.